طب أنا راضي ذمتك، هتصدقني لو قُلت لك إنك ممكن في المستقبل تلاقي نسخة منك بالضبط، بس هتاخد قرارات تدمّر حياتك؟ هو ده فيلم استنساخ. الفيلم بيدور في المستقبل عن شخصية يونس العربي، رئيس شركة مسؤولة عن العقارات ومعظم الأراضي العربية، وبنشوف إن في دول أجنبية عايزة تاخد أرض معينة في الشركة لغرض معين، وده بيحط شخصية يونس طول الوقت في تحديات وضغوطات بين إنه يوافق أو يرفض العرض ده. بجد ببقى مبسوط جدا لما بشوف فيلم مصري بيحاول يقدم حاجة جديدة وفكرة بره الصندوق، حتى لو مش هيقدمها بأحسن شكل، بس يُحسب إن الناس دي بتحاول إنها تعمل حاجة جديدة. فعلشان كده برافو جدًا لكل صُناع فيلم استنساخ، إنهم فعلًا حاولوا يقدّموا حاجة برّه المألوف، بدايةً من القصة اللي بتناقش مدى تطوّر الAI ونظارات الواقع الافتراضي، وفي نفس الوقت الفيلم كان عنده رسالة واضحة جدًا للجميع، وبيقدر إنه يقدّمها بشكل سينمائي حلو جدًا، بعيد خالص عن الخُطب أو الأحداث المملة. ده غير إن من ناحية الأداء التمثيلي فأنتوا هتشوفوا نسخة مختلفة تمامًا من سامح حسين، اللي هيقدر يقنعك في الشخصية سواء بالنظرات القوية اللي تعبّر لك عن مدى قوة الشخصية دي، أو حتى في مواقف الضعف هيعرف يخلّيك تتعاطف معاه. أما هبة مجدي فطالعة بكذا ستايل وكذا شخصية تعتبر في الفيلم وكانت موفقة جدًا. عايز كمان أشيد بالإخراج والتصوير اللي كان كويس جدًا، خصوصًا مشاهد الواقع الافتراضي المظلم طلعت بشكل حلو جدًا. الجرافيك مش هاقول لكم أجمد حاجة، بس كبداية أنا برضه شايف إنها كانت موفقة. عيب الفيلم ييجي في نقطة إن النُص الأول خدنا وقت كبير جدًا في تقديم الحدوتة، وقصة الحب اللي كانت ما بين سامح حسين وهبة مجدي برضه خدنا وقت كبير فيها من غير أي لازمة، وفي النُص التاني حصل شوية كروتة كده في نهاية الفيلم. بس في النهاية فيلم استنساخ تجربة جديدة ومختلفة أنا شخصيًا انبسطت بيها، وتقييمي للفيلم 7/10. اللي شاف الفيلم بقى مستني رأيه تحت في الكومنتات.